النهارده جايبه لكم منتجات حلوه جدا لتفتيح البيكيني وتفتيح تحت الابط وتفتيح البشره، حاجه كده وهم. الزبده زبده الشيا بالفراوله، حلوه جدا للجسم، تفتيح فوري وترطيب عالي جدا. انا بستخدمها لبشرتي وبستخدمها لشعري، علشان خاطر في ناس كتير تقول الحجاب بيعمل ريحه مش حلوه في الشعر. طب انا عايزه ريحه شعري حلوه، بدل ما تروحي تشتري حاجه بالشيء الفلاني من الصيدليه عشان تبخي على شعرك عشان يديكي ترطيب وريحه، لا، انت عندك زبده الشيا بتاعه صفحه تسيليت المغربيه، زي ما انتوا شايفين الجمال والحلاوه. ريحتها حلوه جدا جدا جدا، ومش عايزه اقول لكم بتخلي ريحه الجسم حلوه قوي، غير بقى الترطيب وغير لون الجسم حلو جدا وريحه الجسم حلوه. تمام. زبدة الشيا ديت انا بفتح بيها جسمي كله وبحطها على المكونات بتاعتي، وقبل ما بنام بحطها على بشرتي، بحطها على شعري وبسلك شعري بالزبدة ديت، وبخلي تخلي ريحة الشعر حلوة جدا. البشرة بقى الصبح بتلاقيها طرية ومرطبة وريحتها حلوة وبتفتح البشرة. ايديكي بتلاقي ترطيب عالي جدا، جسمك كله بين الرجلين، الاندر ارم طبعا ده اهم حاجه، تحت الابط نفس الموضوع. كعب رجليكي انت ممكن بقى تاخدي منه شويه كده وتحطي عليه جليسرين وفازلين، وفي برطمان لوحده كده، وتحطي معلقه من ديت ومعلقه من الفازلين ومعلقه من الجليسرين، وتحطي انبوبه كرباميد، وتعملي مكون دوت لرجلك. وبعد ما طبعا تعملي المكون بتاع رجلك دوت، هتعملي ميه سخنه الاول، وهتحطي ملح، وهتحطي الصابون اللي هو بتاع الغسيل، اللي هو المسحوق بتاع الغسيل الاوتوماتيك، هتحطي منه شويه، وده سر من اسرار الكوافيرات، هما بيعملوا كده. هتجيبي الطبق عادي خالص، اي طبق عندك غويط، هتحطي فيه معلقه من مسحوق الغسيل، وهتحطي معلقه خل، هتحطي معلقه ملح خشن. تمام. ولو عندك طبعا ماء ورد من تسليت هتحطي معاه. وبعد كده الميه تكون دافيه، ما يكونش سخنه قوي ولا بارده قوي، عشان خاطر الميه السخنه هي دي اللي بتشيل كل اللي في التشوقات اللي في الرجلين. بعد ما تعملي الموضوع ده هتحطي رجلك نص ساعة، هتشطفي هتنشفي رجلك كويس قوي. وبعد كده هتحطي المكون اللي هو، هتجيبي علبة هتحطي فيه أنبوبة كرباميد، هتحطي عليها زبدة الشيا اللي هي من صفحة السليت، وهتحطي ماء هتحطي جليسرين، وهتحطي فازلين، هتقلبيهم كويس قوي. واعملي رجلك بعد ما تعملي المية ديت. وبعد كده حطي رجلك في اكياس، اي كيس عندك يا رب، حتى اكياس سندوتشات، الكياس اللي هي العاديه، اربطيها لمده نص ساعه. بعد نص ساعه هتلاقي رجلك قشطه قشطه قشطه. البسي بقى اي شراب عندك ونامي، تاني يوم الصبح هتلاقي رجلك ريحه وترطيب، ومفيش تشققات ولا الكلام ده كله. تمام. اما زيت الورد بقى معايا، زيت الورد ده حاجه وهم جدا. انت بتجيبي القطن بتاع الصيدليه، تمام، بتحطي نقطه من زيت الورد. طبعا شايفين ان هو زيت الورد تقيل ازاي وريحته حلوه، ريحته ورد ورد، غير اللي احنا بنجيبه من عند العطار، ومن غير ان احنا بنجيبه من الصيدليه. بحط الزيت الورد على القطن وبمسح بيه بشرتي، بمسح بيه تحت الابط، بمسح بيه الاندر ارم. تعالي شوفي طبعا اللي بيطلع من الجسم، حتى لو انتي واخده شاور وعامله كل حاجه، الزيت الورد بينضف جدا جدا وبيفتح يعني تفتيح فوري. وعشان كده انا المكونات دي ما بقدرش استغنى عنها. وغير ان انا زيت الورد بحبه جدا على بشرتي وفي الاندر ارم وتحت الابط، بيفتح وبيخلي ريحه حلوه جدا. والاستخدام ساعه النوم، يعني قبل النوم بتجيبي قطنه بتعملي زي ما انا بقولك. النهارده بقى دول المكونين الاساسيين عندي في مزيل العرق اللي انا هعمله. طبعا انا نزلت كتير جدا على موضوع مزيل العرق، وبشوف انهي حاجه بتجيب معايا نتيجه اكتر وترطيب اكتر. طبعا كلهم الحمد لله جابوا معايا ترطيب عالي جدا، وما بيجيبش اي ريحه ولا بيعمل
غمقان ولا الكلام ده. بس انا جربتها بقى النتيجة الفورية على طول، وبتعمل ريحة حلوة جدا بالزبدة الشيا وبزيت الورد. تمام. طبعا المكون بتاعي هم دول المكونات الأساسية: زبدة الشيا وزيت الورد. ده طبعا من صفحة تساليت المغربية، ده اللي انا قلت عليه، والمنتجات اللي الناس جربتها. شكرا ليكم ان انتوا جربتوها، وسعيدة جدا بان انا عرفت، يعني انتوا قلتوا لي المنتجات فعلا زي ما انت قلتي. الحمد لله، انا ما بقولش اي حاجة كدب نهائي، طالما انا مجرباها لازم اقول لكم عليها. تالت مكون هو يعتبر اول مكون معانا، اللي هي الشبة المطحونة. بتجيبيها من عند العطار، شبة مطحونة عادية خالص. ولو ما فيش شبة مطحونة بتجيبي اللي هي القطع وتطحنيها في المطحنة عندك. هتجيبيها. طبعا انا بستخدم الشبة، بستخدم الكريم اللي هي زبدة الشيا اللي هي بالفراولة، وزيت الورد. وهقول لكم دلوقتي هنستخدم وهنعمل ازاي، وهقول لكم الطريقة ازاي. انا دلوقتي طبعا حطيت 5 معالق كبار من الشبة. تمام. وحطيت معلقتين من زبدة الشيا اللي هي بالفراولة، وهي ما شاء الله زبدة الشيا تقيلة جدا، فطبعا هتسيح معايا على طول. وبقلب كتير جدا عشان ما تكلكعش معايا الشبة. وهحط زيت الورد معلقة من دي، والمعلقه ديت عايرت بيها زبده الشيا معلقتين، ومعلقه من زيت الورد. اما الشبه معالق الكبيره اللي هي بتاعه الاكل. طبعا انا حطيت اهوت زي ما انتوا شايفين. انا طبعا مش عايزاها تكون تقيله قوي، انا ما بحبهاش تقيله. تمام. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا انتوا لازم هضرب طبعا فيها كتير عشان بس وقت الفيديو، فانا بضرب فيها كتير عشان خاطر ما كلكعش. انا حطيت ايه؟ حطيت طبعا زي ما انا قلت لكم شبه، وعلى حسب الكميه اللي انتوا عايزينها. انا بعمل كميه كتير علشان خاطر تقعد معايا. طبعا دي بقى شبه بتمنع العرق. العرق بيخرج بس عن طريق ان هي بس ميه من غير ريحه. علشان خاطر طبعا الناس بتحط المزيل، فبيكتم المزيل ده بيكتم العرق جواكو، ده كده غلط. لا، هو الشبه بتطلع العرق عادي خالص بس من غير ريحه. فطبعا دي حاجه كويسه. ما ينفعش ان انا اخد مزيل، والمزيل دوت طبعا لما بيجي بيتحط تحت الابط بيمنع بقى، يعني بيمنع بقى خروج المية من الجسم، وده غلط، وبيحصل ميكروبات، بيحصل فيروسات، بيحصل الكلام ده كله. فدي افضل طريقة واحسن طريقة انا بستخدمها ليا ولجوزي ولاولادي ولاي سن طبعا. بس من السن ان هو طبعا السن الكبير اللي هو يعني من اول 9 سنين 10 سنين، اللي اصغر من كده لا، اللي هما طبعا بيروحوا المدرسة وبيعرقوا وبيخرجوا ياخدوا دش وبيحطوا مزيل، لا ده احسن حاجة الشبة. وبعد كده حطيت طبعا الكريم اللي هو بتاع زبدة الشيا بتاع صفحة تساليت المغربية، زبدة الشيا بالفراولة. طبعا مش عايزه اقول لكم بقى المكون ده يعني تفتيح تفتيح. شبة منع الريحه، زبده الشيا تفتيح فوري وترطيب وبياض بقى بس كل حاجه. زيت الورد بقى تفتيح برضو وترطيب، يعني الاتنين بيكملوا بعض. انا ما حطيتش اي حاجه غير الثلاث مكونات دول. المكون بتاعك لو خفيف ماشي، حطي زبدة الشيا عشان تتقليه، وحطي ممكن تزودي الشبة. لو المكون بتاعك تقيل وعايزة تخففيه شوية، حطي ماء ورد بتاع تساليت المغربية، برضو الماء الورد بتاعهم أصلي ومكونات حلوة جدا وحاجة أصلية. فانتي بتحطي كل حاجة أصلية عشان تعمل معاكي نتيجة وتفتيح فوري وترطيب وكل حاجة. تمام. المكون ده ما ينفعش يستخدم غير تحت الإبط بس، ما ينفعش يستخدم للأماكن الحساسة ولا للجسم. تمام. المكونات دي هي دي اللي بتستخدم للجسم كله، تحت الإبط، للأندر أرم، كل حاجة، للبشرة، للشعر. زيت الورد ما بستخدمش للشعر، زيت الورد أنا بحطه على بشرتي وجسمي. زبدة الشيا زي ما أنا قلت لكم للشعر، بيعطر ريحة الشعر، بيرطب الشعر، وبيخلي الشعر حلو جدا وريحته جميلة حتى لو انتي مش محجبة.
للبشرة بالليل، طبعا عشان ما تتعرضيش للشمس بعد ما تحطي المكونات ديت، لازم يكون بالليل. للجسم كله ترطيب حلو جدا. وجربوا المنتجات ديت وانتوا بجد هتشكروني زي ما شكرتوني في المنتجات اللي انتوا جربتوها قبل كده. يا رب يكون افدتكم النهارده بالمنتجات الحلوه بتاعتنا ديت، وان شاء الله دايما في الاحسن، ودايما في كل حاجه كويسه انا بعملها لكم، واكون صادقه كلامي صادق عندكم. وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات حلوه جدا قبل بقى اوريكم بقى الماسكات الجميله اللي احنا لازم نعملها قبل رأس السنه من صفحة تسليك برضو. واقول لكم بقى الحمام المغربي بيتعمل ازاي من صفحة تسليك، ودي حاجة مهمة جدا هعمل لكم فيها فيديو عشان تلحقوا تجيبوها وتلحقوا تعملوها قبل رأس السنة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة يا رب علينا كلنا، ويجعلها سنة وشها حلو علينا في كل حاجة وعلى ولادنا، وربنا ينجحهم كلهم. ويا رب كده اشوف ولادي احسن الناس، واشوف بنت اختي احسن الناس، واشوف الناس كلها في احسن حال انا وانتوا يا رب. وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد في حاجه جديده من منتجات تسيليت المغربيه. وان شاء الله تجربوا بقى زبده الشيا وزيت الورد، واقابلكم في فيديو جديد.